اهلا وسهلا بيكم في وصفه جديده. انا هند فهمي. النهارده هنعمل مع بعض الكوارع طبعا في ناس كتير جدا بتحبها وبتحب تاكلها طبعا في العيد بمناسبه يعني عيد الاضحى وكده. انا حبيت النهارده ان انا اعملها لكم بطريقه حلوه وسهله وجميله، هتخلي مش بيحب الكوارع يحبها. هي اصلا حاجه مغذيه مفيده جدا، فلازم كلنا نكون بنعملها. نبدا في الوصفه مع بعض على طول. هنجيب مع بعض كارع. انا كنت جايبه كارع كامل، تمام. بحب دايما لما اجيب الكارع زي ما انتم شايفين كده اجيب لونه فاتح ويبقى من الرجل اللي قدام، عشان الرجل اللي ورا دايما بيبقى الكارع فيها اقل شويه. يعني دي نصيحه نصحني بيها الجزار، فانا حبيت برضو ان انا اقولها لكم. شايفين الكارع نضيف ازاي؟ هو طبعا متنضف كويس قوي، وانا هبدا بقى ان انا انقعه في المحلول دوت هيطلع اي زفاره منه واي طعم هيبقى موجود فيه. هنجيب مع بعض معلقه دقيق كبيره على معلقه ملح، نبدا نوزعهم عليهم. وبعدين نبدا نجيب مع بعض شويه طحينه لو حابين. الطحينه بتشيل الزفاره خالص على فكره، بس انا بستخدمها اصلا يعني في كل انواع اللحوم والفراخ وكده، بتشيل الزفاره تماما. هنجيب مع بعض نص ليمونه، وهنعمل كل التوابل دي ونسيبها فيها. لو حابين تضيفوا عليها خل تمام مفيش مشكله، بس انا استكفيت بالطحينه والمحلول الملح اللي انا عملته والدقيق. الحاجات دي كلها هتشيل الزفاره وهتخليها فله، مش هتشوفوا فيها ولا زفاره ولا ريحه ولا اي حاجه من الحاجات دي. هنبدا نضيف عليها الميه، طبعا نحاول نخلي الميه تغطيها عشان توصل لكل الكارع الموجود بتاعنا. هنحاول نجيب معلقه ونغطي الميه بيه او ننزله لتحت كده شويه. هنبدأ مع بعض بقى نجيب حلة على النار يكون فيها مية بتغلي، وبعد كده هنجيب مع بعض بصلاية ونص حزمة كرفس ونص حزمة كرات، طماطماية، نص جزرة، فلفلاية حراقة، شوية توابل بقى اللي انت حباها. انا كنت هنا حاطه لوري على كباب صيني على فلفل اسمر على كزبره يعني فص ثوم. كنت حاطه حبه توابل بصراحه هتخلي الشوربه بتاعه الكوارع حلوه قوي. هي الكارع عامه لازم يتحط له الشوربه دي، هي دي اللي هتديله النكهه بتاعه الشوربه. طبعا احنا مش هنستخدمها وهي زي ما هي كده، احنا طبعا هنصفي منه الكلام ده كله، بس لازم ناخد طبعا الخلاصه بتاعه الخضار اللي احنا حاطينه ده كله. هنبدا نجيب مع بعض بقى حله تانية، نحط فيها معلقه زبده كبيره. الحركه اللي هنعملها دي هتخلينا ما نلاقيش للكارع ريم اللي احنا بنشيله دايما من فوق الشوربه. هنجيب الكارع بتاعنا ونحطه، هننزله عايزينه ياخد زي صدمه كده. الصدمه دي هتخليه ما يعملش الريم اللي دايما بيعمله فوق الشوربه، وفي نفس الوقت تديله سنه تسويه. يعني الصدمه اللي هياخدها دي في السمنه دي على النار هتخلي التسويه بتاعته تبقى حلوه، وفي نفس الوقت الشوربه بتاعته هتبقى جميله جدا. فانصحكم ان انتوا تجربوها بالطريقه دي. اللي حابب يسلقها ويشيل منها الريم او يرمي ميتها مفيش مشكله، بس انا شايفه ان الطريقه دي انسب حاجه. طبعا الشوربه بعد ما غلت اللي كان فيها الكرفس والخضار والكلام ده كله بدأنا نجيبها ونصفيها وننزل بيها على الكارع اللي ادينا له صدمه في السمنه دي. طماطم طبعا انا جبتها وفرمتها، وهبدأ طبعا انا اعمل بقى الطشه او الصلصه اللي هعمل بيها الكارع، لان انا ناوي اعمله طاجن مش شوربه بس. فهجيب طبعا بصلايه كبيره متقطعه على معلقه سمنه وهبدأ اشوحهم. انا هنا حبيت ان انا يعني غير ان انا اعمل شوربه يبقى عندي الطاجن. يعني في ناس حابه تاكلوا شوربه بس مفيش مشكله، ممكن تعملوا الشوربه وتاخدوه زي ما هو مسلوق كده وتتبلوه وتاكلوه، بس انا حبيت ان هو يبقى طاجن احلى يعني. شوحت البصله كويس قوي، هنزل عليها بقى معلقه توم صغيره واحمرهم مع بعض كويس. بعد كده هجيب شويه خل هطشهم بيهم، بعد كده انزل عليهم بصلصه الطماطم. طبعا انت كأنك بتعملي صلصة الفتة العادية، يعني انت كأنك بتعملي صلصة الفتة اللي هتحطيها على الطاجن. طبعا الصلصة دي هتدي طعم شوية للناس اللي مش متعودة على طعم الكارع او بتبقى يعني مش حابة ان هي تاكله. بعد ما تعمله بالطريقة دي هتحب ان هي تاكله، لانه هو هيبقى طعمه متغير لانه دخل في الصلصة والكلام ده كله. هنا هو انا كنت بختبر الكارع، طبعا انا سبته حوالي 3 ساعات، بس انا طبعا يعني طلعته قبلها بشوية زي ما قلت لكم ان هكمل سوا في الطاجن في الفرن. بس هنا انا كنت بختبره بشوفه
وصل في السوا لحد ايه. طبعا احنا منحطش ملح خالص لحد ما قبل ما يستوي بحاجة بسيطة عشان ما يجلدش مننا. ممكن نضيف معلقة سكر لو حابين تسرع معانا التسوية لو احنا مستعجلين عليه. ده كده كان شكله بعد ما استوى. حبيت ان انا اطلع منه قطعة كده بالشوربة، نجربها بالشوربة يعني. طبعا الشوربة بتاعتها كنت عاملة بيها ملوخية كانت جميلة جدا. فالشوربة دي يا جماعة ما بتترميش، دي بتتاكل وفي نفس الوقت بتتشرب وفي نفس الوقت بتعمل منها وصفات تانية. انا هنا طلعت الكيرة وبدأت ان انا اقطعه عشان اجهزه ان انا احطه في الطاجن زي ما قلتلكم. احنا ممكن نقطعه زي ما هو كده ونحطه على الفتة لو احنا عاملين فتة، ممكن نقطعه زي ما هو كده، ولو عندنا محشي نحط منه على المحشي. يعني في طرق كتير جدا ان احنا نقدر نستخدمها بيه، بس انا هنا كنت حابه ان انا اعمله في الطاجن زي ما قلت لكم. فكره الطاجن دي هتخلي اللي مش بيحب الكيرة يحبها، لان احنا هنبقى مغيرين في طعمه. طعم التوم مع الطشه مع البصل مع الكلام ده كله هيستوي فيه شويه فهيغير الطعم تماما. طبعا انا هحطه في الفرن. هنا هنزل طبعا بالصلصه عليه. هنا طبعا هحطه في الفرن، اسيبه كمان في الفرن بتاع نص ساعه مثلا ساعه الا ربع لحد ما يتشرب الشوربه اللي انا حطيتها له. ده كان شكله طبعا بعد ما سبته زي ما انتوا شايفين كده، هو مستوي وغرقان في الصوص بتاع الطماطم والصلصه والطشه اللي احنا عملناها. يعني كانك انتي لو هتاخديه زي ما هو كده تحطيه على الفته هيبقى جميل جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ونستناكم ان شاء الله في وصفه جديده.